السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والاحوال ان شاء الله. اليوم غنتقاسم معكم الفقاس بريستيج اللي كنديرو دائما والوصفه كتنجح 100%. ان شاء الله ندوزو المراحل. بالنسبه للمقادير ديال الفقاس اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله هو 3 ديال البيضات، 200 غرام ديال السنيده، قبيصه ديال الملح، نص معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال القرفه، 4 كاس ديال المزهر، كاس لارب ديال الزيت، هنايا نص كاس ديال الحليب، وربع كاس ديال الزبده ديال العبار. من الاحسن نديرو زبده حيوانيه. بالنسبه للطريقه، بسم الله، غندير وحده بوحده. درت هاد الطريقه للبيض، ربما تكون شي وحده خاسره وتمشي تخسر لنا كلشي، اللهم كنديرو وحده بوحده. دابا غادي نزيد عليه كاس اللارب ديال الزيت، هنا زيت المائده، غنضيفو عليهم 200 غرام ديال سنيده. بالنسبه لهذا الفقاس كله كيتخلط في الخلاط الكهربائي. كاس اللارب ديال الحليب، عفوا نص كاس حليب، 4 كاس ديال الزبده كما قلت لكم حيوانيه، ذوبتها وخليتها حتى بردات، عاد بديت كنخلط المراحل. هنا عندي 4 كاس ديال المزهر. غنخلط كلشي دابا هادشي في الخلاط ونرجعو نكملو الوصفه. هاد الخليط هذا طحنتو، غادي نفرغو كامل هنايا في القصعه فاش غادي نعجنو الفقاس. بالنسبه للنواشف اللي غادي نديرو مع الفقاس هو 2 معالق كبار ديال البودره ديال اللوز، 2 معالق كبار ديال الزنجلان، هذا زنجلان منقي ومصهد غير شويه ومطحون، ونص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه ديال سكينجبير، وقبيصه ديال الملح. هنا عندي واحد الخماره ديال فاني بالزهر. وبالنسبه للطحين عبرت هنايا 700 غرام. على هذا الخليط ديال السوائل غادي نضيفو فاني زهر، غنضيفو كذلك قبيصه ديال الملح هي اللي كتصح لينا الذوق، وغنضيفو هنايا القرفه وسكينجبير. هذا الفقاس انا مجرباه كيجي زوين، وبهاد المقادير ما تخافوش منه، ديروه وجربوه ان شاء الله غادي تكون الوصفه ناجحه. بالنسبه للوز غناخذ 2 معالق كبار ديال اللوز، هنا عندي اللوز مطحون بالقشره ديالو. كذلك غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال الزنجلان مطحون، من الاحسن يكون زنجلان بلدي. كنخلطوا هاد المقادير اللي ضفنا للسوائل، من الاحسن كنخلطوهم بالخلاط. بالنسبه ل 700 غرام ديال الطحين غادي ناخذها كامله، غادي نديرها في الصفايه باش غادي تغربل. غنضيف عليهم خماره كامله، من بعد غادي نضيف نص خماره، يعني هذا الفقاس درنا فيه خماره ونص. ودابا غادي نعجن الخليط. بالنسبه للعجينه ديال الفقاس ما خصهاش تكون قاصحه، خصها تكون رطبه، لان فاش تيكون الفقاس قاصح تيطرطق وما تيجيش زوين، كيبدا يتقطع
خصو يكون رطب باش كتنجح لينا الوصفه ديال الفقاص. وهذا الفقاص هذا كيجي فقاص بريستيج، كيجي رائع. بالنسبه للعجينه درت 700 غرام، ولكن جاتني شي شويه جاريه، وقيلا كان البيض كبير داكشي باش، اما المره الفايته كنت درتها نيشان قداتني 700 غرام. دابا ضروري غربلت تقريبا 100 غرام ديال الطحين وضفتو، يعني كيبقى عندنا ميزاننا، حيت الا كان البيض كبير تتبغي تاخذ لينا الطحين زايد. هنايا 600 غرام يعني غتكون كافيه. العجينه هكا خصها تكون رطبه لينه. دابا غادي نقسمها على 3 ديال القطع. الا كان البيض كبير كما قلت لكم راه ضروري غادي نزيدو شويه الطحين، غير المهم العجينه ما خصهاش تجينا ناشفه. بيضه، شويه ديال نسكافي، كنخلطوا هذا الخليط مزيان لان غادي نحتاجوه ندهنوا به. هنا درت البلاستيكه على سطح العمل، ما بغيتش نرش الطحين. صافي غادي نطلقوا هاد العجينه هذه بالمدلك. من بعد ما طلقنا العجين ديالنا بحال هكا غادي ندهنوا بالخليط ديال البيض والقهوه سريعه الذوبان. بالنسبه لي هنايا خديت 250 غرام ديال الكركاع ونقيته، ما خليت فيه حتى شي حاجه ديال الوسخ. بالنسبه هنايا خديت 250 غرام ديال اللوز. ان شاء الله دابا غادي نشدو الكركاع، غادي نديروه هنايا. كنبعدو بيناتهم لانني غادي ندير اللوز في وسط هاد البلايص اللي بقاو خاويين. هو باش يجينا عامر بزاف بالكركاع واللوز خصنا ناخذ 600 غرام. دابا غادي ناخذ هاد البلاستيك هذا، غادي نهزو بها العجين ديالنا، وفي نفس الوقت كنطلقو، كنثبتو بالاصابع ديالنا وكنحاولوا نهزو الميكا من التحت وحنايا كنروليو حتى غادي نحصلوا على واحد الحربول. وهنايا في هاد الفراغات هادو اللي كاينين كنبقاو نضربوا ليهم هكا القناه، كنحيدوه من البلاستيك. هنايا كنسدوه بحال الا كنسوديوه باش ما كيتحلش لينا نهائيا. وضروري كديروا هاد العمليه، كنسدوا هاد القناه غادي نهزو هاد الحربول هذا، غادي نديروه هنايا في لاطا اللي درت ليها بابي كويسون، وغادي نكمل الاخرين وغادي نكملوا ان شاء الله جميع المراحل.
دابا غادي ندير لهم ندهنوهم بهذا الخليط ديال قهوه سريعه الذوبان والبيض. الا بغيتوه ديروه بالاكاجو ولا بالبيستاش، عندكم فواكه جافه راه ديروه. بغيتو دوزو هاد الحرابل في اللوز ايفيلي كذلك كديروا لهم بياض البيض ومن بعد كدوزوه في لوز ايفيلي كامل. انا غادي نخليه هكا سامبل. وبالنسبه للفقاس باش يجينا ناجح 100% كنديروه في الفران، كندخلوه في الفران يكون بارد، كنقصوا درجه الحراره وكنخليوه يطيب نص طيبه، ضروري يطيب نص طيبه وما يبقاش خضر. طبعا انا هاد النصائح كنوجههم للناس المبتدئات اللي عاد ما شاء الله بداو كيديروا الوصفات. كناخذوا واحد الكيردون كنديروا تقيبات. بالنسبه لهاد التقيبات كيخليوه كيتنفس وما كيطرطقش، وما كنشعلوش عليه النار من الفوق نهائيا، كنشعلو العافيه غير من التحت والفران كيكون بارد. صافي كنتقبوه كامل. ودابا غادي ندخلو يطيب الفران. نسيت ما دوزتش عليه الفرشيط باش كيجينا واحد الزواق. بعد ما طاب نص طيبه خليته حتى بات ليله كامله. دابا راه بارد، عاد غادي نقطعوه. كنقطعوه تقطيعه رقيقه. وبالنسبه للموس انا درت هذا الموس ديال حاده، خص يكون جديد وماضي. من بعد ما قطعته كامل ما تكسر ما والو، غادي نديه نطيبو في الفران ديال الغاز وغادي نشعل عليه بارد وغادي ندخل الفقاس يبرد، ولكن غادي نقص بحال غندير العافيه غير شميعه، وان شاء الله نوري لكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس بريستيج بالكركاع واللوز، كيجي غزال بصحه والراحه. كنتمنىكم تجربوه، الوصفه ناجحه 100%. وشكرا على التعاليق، شكرا على المشاهده، وفضلا وليس امرا بارطاج، وما تنساوش لي التعاليق كما العاده. شكرا، بصحه والراحه.